الزمالك واصل انتصاراته 10/10، يعني 10 مباريات متتاليه ما شاء الله. قوه تهديفيه وصلت الى 21 هدف مش موجوده في كل فرق الدوري بمجموعتين. يعني الدوري بقى 21 حاجه ثانيه، ودي تحسب للزمالك لفترات كبيره قوي. 6 اهداف دخلت مرماه. اعتقد هي المفروض الفرق الكبيره ده العدد بتاعها، لكن احنا اتعودنا على الزمالك في مواسم كتيره ان عدد الاهداف اللي كانت بتخش مرماه كانت بتبقى اكتر من كده بكتير. فده شيء يحسب للجهاز الفني ويحسب للاعبين. النقطه المهمه في الزمالك يا كابتن ان اصبح عدد الاهداف اللي بتسجل في الشوط الثاني اكتر من اللي بتسجل في الشوط الاولاني، وعدد الاهداف اللي بتيجي في الربع ساعه الاخيره اكتر، وده يدل على ان في تحول كبير حصل في الفكر عند لعيبه نادي الزمالك وقدراتهم. ان انا النهارده المباراه مش اول ربع ساعه اللي بتنزل ضاغط فيها عشان تسجل. اصبح النهارده لاول مره جمهور الزمالك يفضل قاعد الدقيقه 90 وهو عنده امل ان الفريق بتاعه يسجل. في مواسم سابقه كان في فرق ممكن تسجل هدف في الزمالك في الدقيقه 3 وتقعد الزمالك 87 دقيقه بيشحت كوره. صحيح. النهارده لحد اخر دقيقه، حتى ماتش المقاولين لما احمد جعفر سجل في الدقيقه 44، والنهارده عبد الله السيسي بيسجل برضه ماتش في الدقيقه 45. صحيح. اذا بقت عندك قدرات انك انت لحد اخر دقيقه في الزمالك انك ممكن تسجل. نسبه الاهداف اللي من 21 تفوق ال 70% او ال 65% اللي سجلت في الشوط الثاني وبالتحديد في اخر 25 تاخير الدفع باحمد عيد عبد الملك يا استاذ سيف، رايك ايه؟ انا اعتقد كانت ناس تقول لك ان فييرا مش مقتنع باحمد عيد عبد الملك، وانه اعتقد كلام غير صحيح، لكن هي وجهه نظره يجب ان نحترمها. انا شخصيا معترض عليها. معترض على التاخير الدفع. تاخير الدفع بيه. نعم. لو انت هتلعب بالاثنين راسين حربه اوكي خلاص، بس احمد عيد عبد الملك طالما هتشركه مش في الفتره الصغيره دي، والفتره اللي لعب فيها كان عملي جدا وكان ايجابي جدا على المرمى. نعم. وصنع اهداف وحول الدفه بقت اكتر، الريتم الهجومي عند الزمالك بقى اعلى. نعم. ولو اتكلمنا سريعا كده انك هتلعب في ماتش العوده لازم تسجل، يبقى لازم لو هتلعب براس حربه زي عبد الله السيسي يبقى لازم تحت منك محمد ابراهيم تحت راس الحربه مش متطوح على اليمين، ويبقى على شمالك احمد عيد عبد الملك وعلى يمينك احمد حسن. محتاج 3 زي دول خبرات افريقيه وخبرات وعناصر هجوميه مع عبد الله السيسي. طب قلب الدفاع يا كابتن فاروق هو اللي لعب احمد مجدي وحماده طلبه. مؤكد هيدفع بمحمود فتح الله. مين جنبه يا كابتن فاروق؟ احمد مجدي ولا حماده طلبه؟ الاثنين لازم يلعب بقى واحد اشول في المباراه اللي جايه. احمد مجدي يعني؟ احمد مجدي واحد يبدا الهجمه. افضل من حماده طلبه؟ هو هتلاقي الاثنين شبه بعض، فتح الله وطلبه هيبقوا شبه بعض. لكن لما فتح الله يلعب معاه مجدي الاثنين هيبقى عندهم عنصر الخبره بدء الهجمه، الضغط على المدافع، عندهم يعرفوا حلول بيقطعوا الكوره. ودي مهمه لنادي الزمالك. نادي الزمالك فيه حاجات مخليه يتميز عن الفرق اللي موجوده في الدوري. اول حاجه يا كابتن الاستقرار الفني اللي هو تشكيل ثابت بيلعب بيه وتغييراته معروفه. نعم. الاستاذ محمد قال نقطه مهمه وهي احمد عيد عبد الملك موجود وتحتيه وجنبيه محمد ابراهيم. انت ما تقدرش تمشي بعربيتين بسرعه واحده، لازم يكون عربيه بتجري بسرعه وعربيه تعمل ميزان. الميزان الاداء في الملعب بيبقى احمد عيد عبد الملك، ولكن في المباريات القليله ممكن احمد عيد عبد الملك ما يبداش، لكن في المباريات الثقيله لازم يكون احمد عيد عبد الملك. يعني ترشحه لسان جورج مثلا يوم الاحد ده عشان عنده الخبرات وعنده الحلول. انت محتاج المباراه اللي جايه، كلامك جميل، محتاج المباراه اللي جايه 3 عناصر. انت هتلعب ب2 مهاجمين، ما عندكش حل يلعب ب2 مهاجمين، ما عندكش حل. لان لازم يجيب جول. حتى لو اخرت ان الزمالك معاه اسوأ نتيجه في الكوره 1-1. فانت رايح خسران، يعني انت رايح خسران، فانت بتلعب على المكسب. عشان تلعب على المكسب افضل حاجه عشان تعطل المكن اللي قدامك ده ان انت تضغط عليه. فانت رايح في بلد اكسجين قليل، رطوبه عاليه، ملعب وحش، جماهير وضغط واضاءه وحشه. فانت ما عندكش حلول في الملعب غير ان انت تبدا ب2 مهاجمين على اساس يعطلوا لك ال4 مدافعين، سيسي وجعفر او سيسي ووظف محمد ابراهيم يبقى تحتيه. يبقى بنلعب بمهاجم واحد وواحد 90 واحد 50، يعني واحد شغله كله في الصندوق، واحد 50-50، يعني صانع العاب ومهاجم اللي هو محمد ابراهيم. انت ممكن تستعمل احمد عيد عبد الملك الشوط الثاني. ليه؟
انت مش محتاج العناصر الكبيره اللي عندها خبره تبقى موجوده كتير في الملعب، ان الاكسجين قليل. نعم. واحنا كان لسه بنتكلم دلوقتي يعني ايه انبوبه اكسجين. يعني السعه الصدريه بتاعه اللعيب هم واخدين معاهم على فكره مجموعه انابيب صغيره. لازم. نعم. السعه الصدريه بتاعه اللعيب بتبقى محتاجه لكم من الاكسجين يناسب كم الدم اللي موجود في السعه الصدريه. لو حصل هبوط، اللي بيعوض الهبوط ده هو انبوبه الاكسجين في لحظه، ودي بتخلي اللعيبه لما بيحس بالهبوط بيبقى الكفاءه بتاعته الفنيه بيروح منه التركيز، الاداء بتاعه ما بيبقاش حاسس في الملعب فيه. صحيح. اذا هو محتاج لعيبه عندها خبره تعرف تتعامل مع المباراه، تعرف توزع يعني ايه 90 دقيقه، تعرف تتعامل عايزين ايه من المباراه. نعم. نادي الزمالك عشان يلعب المباراه اللي جايه ده ما عندوش اي فرصه غير المكسب. لو هنحلم نقول 2-2 في عرف الكوره الكلام ده مش منطقي والكلام ده غلط، لكن نادي الزمالك لازم يشوف، ودي ميزه لعيبه نادي الزمالك طوال الدوري العام شايفين المكسب. اتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه يبقى لعيبه نادي الزمالك نفس اللي شايفينه في الدوري العام هو اللي شايفينه في البطوله الافريقيه. جميل. ناخد اتحاد الشرطه والاسماعيلي عشان الوقت جري بينا.